لو هي كانت رايحة لأي مشوار هو كان بيروح معاها عشان يتأكد إنه هي مش رايحة تقابل حد، وساعات كتير كان بيروح لها على الشغل لما تخلص ويروحوا سوا. أنا لقيت نفسي بحبها ولقيت نفسي مش قادر أبعد عنها ومش عارف ده حصل إزاي. وفي لحظة نسيت أخويا ونسيت كل القيم والمبادئ اللي أنا اتعلمتها واتربيت عليها، وحصل بينا كل حاجة. أنا اسمي خالد وعمري 20 سنة، وأنا في سنة تانية جامعة. أنا ليا أخ واحد بس كان أكبر مني ب10 سنين. أخويا كان خاطب بقاله كذا سنة وما كانش عارف يحوش عشان يشتري شقة، لإنه كان موظف وكان مرتبه معقول، وبرضه خطيبته كانت موظفة زيه. أما أهلي وأهلها فكان مستواهم مستوى معقول، يعني لما ييجوا يتجوزوا يادوب كده أهلهم يقدروا يساعدوهم مساعدة بسيطة. وفضل هو وخطيبته 4 سنين مخطوبين، وأهل خطيبته قالوله ما ينفعش الخطوبة تطول أكتر من كده. قالوله انت كده معلق بنتنا وواقف حالها، يا إما تتجوزها وتكمل الجوازة يا إما تسيبها تشوف حالها. فقال لهم أنا لسه ما جبتش شقة، يعني ما عنديش مكان اللي هتجوز فيه. قالوله دي مشكلتك وانت اللي تحلها. راح أخويا وكلم بابا وماما وحكالهم على كل اللي حصل مع أهل خطيبته، وبعد كده بابا قاله إنه هو ييجي يتجوز معانا في نفس الشقة، وهو كان ليه أوضة بتاعته. فقاله أنت ممكن توضب الأوضة وتدهنها وتشتري أوضة نوم جديدة وتتجوز فيها أنت وخطيبتك لحد يعني ما ربنا يكرمك بعد سنة أو 2 زي ما يكون. ولما تقدر تشتري شقة ساعتها انقل فيها. وده كان الحل الوحيد، لكن أهل خطيبته لما عرفوا ما كانوش موافقين إنه بنتهم تتجوز عند أهل جوزها، وهم كانوا ناس عايزين يفسخوا الخطوبة. لكن بنتهم كانت بتحب أخويا وكانت مصرة إنه هي تتجوزه، واتجوز أخويا خطيبته وسكنوا معانا في نفس البيت. وقعد أخويا ومراته في الأوضة بتاعته اللي كانت جنب أوضتي، وكانوا بقى عرسان جداد وفرحانين بنفسهم، وكانوا عايشين أحلى الأيام اللي هي أيام الجواز الأولى. ومرات أخويا كانت حلوة أوي وكانت دلوعة وواخدة بالها من نفسها. وبعد كام شهر من جوازهم أخويا جاتله فرصة شغل في محافظة تانية، وكان مرتب بتاعها ضعف المرتب اللي هو بياخده. ومراته شجعته إنه هو يروح للشغلانة دي ويسيبها معانا في البيت. وفعلا هو راح وكان بيشتغل 5 أيام في المحافظة التانية وبيجي يومين اللي هم أجازة الأسبوع يقضيهم معانا ويرجع تاني شغله. وفضلوا على كده تقريبا سنة، وكان أخويا مبسوط في شغله الجديد، وكان بدأ يحوش عشان يشتري شقة ويقدر يستقل هو ومراته بحياتهم. لكن هو كان بيسيب مراته 5 أيام في الأسبوع. بدأت ألاحظ إنه مرات أخويا بتروح شغلها الصبح وبعد كده بترجع على البيت، وكتير قوي بتتشيك وتغير هدومها وتنزل تاني. وكانت تقول لنا رايحة مشوار، رايحة لواحدة صاحبتها. وماما وبابا كانوا بيصدقوها عادي، لكن أنا اللي ما كنتش بصدقها عشان كنت حاسس إنها كده فيها حاجة متغيرة. يعني هي من الأول هي كانت بتهتم بنفسها، لكن الأيام دي كان اهتمامها بنفسها زايد شويتين.
ده غير إنه الأوضة بتاعتي جنب أوضتها والحيطة جنب الحيطة، فكتير أوي كنت بسمعها بالليل وهي بتتكلم مع حد في التليفون، وطبعًا أنا كنت عارف إنها مش ممكن تكون بتتكلم مع أخويا، لإنه أخويا كان بينام بدري عشان يصحى بدري لشغله، وأنا شُفتها وعرفت إنه هي بتعرف واحد صاحب أخويا، وأنا كنت عارف صاحب أخويا ده كويس وكانت بتخرج تقابله وتروح له شقته، وأنا اتأكدت من كده وكمان صورتها وهي مع الشخص ده، وصورتها وهي نازلة معاه من بيته، ولما واجهتها وقلتلها انتي تعرفي فلان وبتقابليه، هي طبعا في الأول أنكرت، لكن بعد كده قالتلي إنه هي وهو أصدقاء وإنه ما فيش حاجة بينهم. قلت لها طيب أنا هقول لأخويا وماما وبابا على كل حاجة، وهخلي أخويا يطلقك لإنك انتي محدش يوثق فيكي. لكن هي قعدت تعيط، قالتلي إنه هي عايشة في وحدة من ساعة ما أخويا سافر، وكمان هي طلبت مني أديها فرصة عشان تتوب وبلاش أفضحها، وقالتلي إنه هي هتنهي علاقتها بالشخص ده اللي هو صاحب جوزها. قعدت أفكر شوية وبعد كده وافقت، قلتلها أنا هديكي فرصة واحدة بس، لكن لو رجعتي تكلميه تاني أو تقابليه أنا هقول لأخويا على كل حاجة. وهي فعلًا بعد كده بعدت عن الشخص التاني ومشيت كويس قد كام شهر كده، لكن هي كانت على طول بتحاول تبقى ودودة معايا، وهي كانت حلوة أوي وكانت أكبر مني ب5 سنين، وبرضه كنا عايشين أنا وهي في بيت واحد، يعني أنا كان عندي 20 سنة وهي كان 25 سنة، وهي أغلب الوقت جوزها مسافر. ساعات كتير كنت بروح لها على باب الشغل لما تخلص ونروح سوا، وأنا بصراحة لقيت نفسي بحبها، لقيت نفسي مش قادر أبعد عنها ومش عارف ده حصل إزاي، وفي لحظة نسيت أخويا ونسيت كل القيم والمبادئ اللي أنا اتربيت عليها واتعلمتها، وحصل بينا كل حاجة، وده كان تشجيع منها هي اللي كان عندها استعداد وهي اللي شجعتني، وهي مرة واحدة بس وما كررتهاش تاني، وندمت بعدها ندم السنين، وسبحان الله بعد المرة دي كل حاجة حلوة في حياتي راحت، لإنه كان في ميعاد الأجازة الأسبوعية بتاعة أخويا، الأتوبيس اللي هو كان راكبه كان راجع بيه من شغله وعمل حادثة على الطريق السريع وأخويا توفى، وبعد وفاة أخويا أنا أبويا وأمي عايشين بحسرتهم عليه، وعدت شهرين على وفاته ومراته راحت تعيش عند أهلها، لكن هي اتصلت بيا بعد كده وطلبت تشوفني ضروري، ولما رحت قابلتها قالتلي اللي عمري ما كنت أتوقعه إنه يحصل، مرات أخويا قالت إنه هي حامل في شهرين، قالتلي كمان إنها مش عارفة إذا كان الطفل ده يبقى ابني ولا ابن أخويا، وأنا ساعتها قلتلها أو يمكن ابن صاحب أخويا مين عارف، لكن هي ساعتها قعدت تعيط وأكدتلي إنه مفيش أي علاقة بينها وبينه من كذا شهر، وأنا من ساعة ما عرفت وأنا مش عارف أعمل إيه، عمالة أصلي وأدعي ربنا إنه هو يسامحني ويغفرلي اللي أنا عملته. هي ممكن تقول للناس إنه الطفل ابن أخويا ويتكتب باسمه، ولما يتولد نبقى نعمله تحاليل ونشوف هو ابني ولا ابن أخويا،
وأنا بصراحة قلقان إنه هو ما يكونش ولا ابني ولا ابن أخويا، ويكون ابن حد تالت وخلاص. وأنا من يوم ما عرفت الكلام ده وأنا مش عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي، وكل لما أشوف أهلي عايشين بحسرتهم على أخويا الندم هياكلني.